وصفة النهاردة أضمن لكم إن بعد الفيديو ده كلنا نقدر نعملها في البيت بكل سهولة. وصفتنا النهاردة مكوناتها بسيطة وسهلة وموجودة في كل بيت. الوصفة بتتقسم على جزئين. أول مكون في الوصفة هو الحليب، ويفضل يكون كامل الدسم. هنزل عليهم ب3 باكت من الكريم كراميل. علبة قشطة 100 جرام. أنا بحب إن أنا استخدمها قشطة طازة، تقدروا تستخدموا اللي هي المعلبة أو أي نوع عندكم بتفضلوه. وهو ده السر اللي بيدي طعم وقوام كريمي للكريم كراميل، هو الحليب البودرة. نص كوباية، وهنعمل لهم ميكس مع بعض. برفعها على نار هادية مع التقليب المستمر لحد ما تغلي. هحط 3 كراميل اللي جايين معاه. تقدروا تعملوا كراميل في البيت، بس انا بستسهل ان هي موجودة والقوام بتاعه بيبقى حلو. بعدين بصبها في القالب وبسيبها لحد ما تبرد شوية. وصلنا للجزء التاني من وصفتنا، وهو اننا هنجيب اي خليط كيك جاهز عندنا، هنعمله زي ما هو مكتوب بالظبط على العلبة من بره. ولو مش بتحبوا تستخدموا الكيك الجاهز، هكتب لكم في الكابشن طريقة لكيك الشوكولاتة اللي تقدروا تعملوه في البيت. دايما اي كيك شوكولاتة بحب ان انا اضيف لها اسبريسو، قهوة سريعة التحضير، هضيف منها معلقة كبيرة. خلاص كده الكيكه جهزت معايا. احط لها حمام مائي وتخش الفرن على درجه حراره 160، بتاخد من 40 ل 45 دقيقه بالظبط. وبعد كده بندخلها التلاجة وبنسيبها لمده 6 ساعات او تاني يوم. وجينا بقى للحظه اللي كلنا بنستناها. بصراحه انا ما استنيتش ل6 ساعات، انا يا دوب 4 ساعات وعملتها على طول عشان كل اللي في البيت كانوا مستنيين ان هم ياكلوها. وزي ما انتم شايفين قوامها متماسك والطعم كمان خطير. اتمنى ان انتوا تجربوها.